السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. طبعا اليوم رحلتنا إلى كربلاء، أي ثاني يوم العيد يوم الأحد، فتوجهنا إلى كربلاء وهاي جتنا السيارة وراح أصعد ورحنا لكربلاء المقدسة زيارة الإمام الحسين. وعندنا مباراة بين بعد دعوة توجهت إلنا إلى كابتن عماد أي فريق الأصدقاء، وتوجهنا لمحافظة كربلاء، يعني هم زيارة وهم مباراة، ويعني حنمود نتونس ونغير الجو ونطلع من روتيننا اليومي. هاي هنا قعدنا بالمطعم بعد ما تغدينا، شربنا شاي وحتى نصحصح ونتوجه. تمشينا أنا وأياد، فالزيارة كانت جدا رائعة، وتمشينا بالأسواق. طبعا أسواق جدا جميلة وملاعب، يعني استذكرنا أيام الطفولة وما تشتهيه النفس. يعني فهذه الأشياء يعني هي للأطفال وللعوائل. فالأسواق كانت جدا جميلة. حاولنا نتفرج ونشوفها. بعدها توجهنا إلى ملعب المباراة لخوض المباراة ضد فريق الطموح الكربلائي. فريق الطموح من الفرق الجيدة والمحترمة، يعني قدرنا نتعرف عليهم ونلعب معاهم. فكانت مباراة يعني جيدة، قادها الكادر التدريبي بقيادة كابتن عماد قيادة جيدة، واستطعنا أن نتغلب في هذه المباراة. فكانت مباراة قبلنا مباراة يعني شبابية، كانت مباراة حلوة، الأجواء كانت جميلة. طبعا هنا أشرت على لاعب. هاي هنا التشكيلة مالتنا اللي خاضت المباراة، الكابيتانو. طبعا هاي الصورة أنا حرامات ما بيها، هي صورة الفوز. يعني احنا فزنا 3-1. بعد ما فزنا توجهنا إلى زيارة الإمام الحسين وأخيه أبو الفضل العباس عليهم السلام. طبعا أنا صار لي هو يعني ما رايح للزيارة يمكن حوالي ب2018، يعني بعد ما توجهت لدعوة من كابتن عماد إنه أروح وياهم ويا فريقه المحترم. يعني لبيت الدعوة بكل سرور، فرحنا للزيارة. وهاي سلام الله على الإمام العباس قمر العشيرة. والله يعني الزيارة كانت جدا جميلة وأجواء عيد، والناس يعني تشوفها الناس محتفلة، وكان ازدحام يعني مو طبيعي، يعني ما تقدر توقف. فدخلنا الإمام العباس سلام الله عليه وزرناه واندعينا لجميع الأهل والأصدقاء وللبلد إنه يا رب إنه يكون أمن وأمان على جميع الناس ويرزقهم ويحفظهم. واحد يعني ما يطلب شيء، يطلب بس إنه العافية والصحة لجميع الأهل والناس نحبهم. وبعدها يعني توجهنا للإمام الحسين سلام الله عليه، هم زرناه وهم دعينا للناس اللي نحبهم. يعني كانت أجواء جميلة وأجواء يعني جدا أجواء عيد. ومنطقة كربلاء أو محافظة كربلاء من المحافظات المقدسة عندنا بالعراق. يعني أشياء يعني شفناها ما تنوصف، يعني أنا جاي أوصلها لكم بالمقطع الفيديو. يعني أشياء جدا جميلة، وناس يعني جدا لطيفة ومحترمة وناس مؤمنة. ويعني واحد يعني يروح لهيج مكان يعني شي يريد مثلا. فنتمنى الخير والستر والأمان لشعبنا العراقي الكريم. هذا صديقي سيف منتظرني لأن كان كلش الزحام. فيعني إذا واحد يبقى وحده يعني يتيه، يعني ما شاء الله. يعني كان ازدحام مو طبيعي، ازدحام الزائرين. فحاولت أن أوصل هذه المقاطع الفيديو لكم وتشوفونها، وخليكم هذه الأجواء من خلال هذه الكاميرا. يعني واحد هدفه من هاي المقاطع الفيديو إنه يتركها للذكرى. يعني حاول واحد يتذكر هذه الأشياء وتتذكرونه، واحد يترك أثر بالحياة. وحبيت أوصلها لكم. تحياتي لكم أصدقائي.